يا هلا وكل الهلا. اهلا وسهلا. هلا باحمد، هلا باخوي. نورتنا وشرفتنا. تفضل تفضل استريح. اهلا وسهلا. واكثر بالمهلي. اشكرك حبيب ابو حسين. عاش من شافك. والله يا عمي اللي يشوفك هو العايش. شنو وين مختفي هالفترة يا اخوي؟ حقك حقك يا الغالي. بس والله دراسة وحياة وشغل. الله يساعدك. والله ما تلام. ويا الحياة ما تلحق، تجيبك منا وتحطك منا. اي والله. خيرك خوي؟ شو السالفة؟ احكيلي. شو اشوفك مو احمدنا؟ هلا انا مستحي منك وما اعرف شلون افاتحك بالموضوع. ما على اسف عليك. والله ما على اسف. تستحي من اخوك؟ قول ايش محتاج وانا حاضر. كفو منك اخو سند ما تقصر. يا اخي محتاج فلوس؟ جيبي جيبك. دايم دايم علاوة ما تقصر. بس المسألة مو مسألة فلوس. علاوة انت تدري انا احب بني ويانا بالكلية واهلي رافضين. كمل لا تسكت. هم تريد تخطب لي بنت خاله وانا ما هاويها. فوق هذا البنية اللي احبها بدال ما تكون الي عون صارت علي فرعون. شلون بالله؟ يعني تريد مستوى معيشي عالي وبيت وحدها وانا بعدني ببداية طريقي، واهلها طالبين مهر عالي وانت قيس. زين وبنت خالك بيها قصور بيها اشكال؟ لا البنية خوش بنية ومحترمة، بس انا احب ذيك ما اقدر احب غيرها. ها شو ساكت؟ لو اتخذت البنية اللي تحبها مرة ومار بنفس ظروفي قل لي شو اسوي؟ تراني حاير. شوف احمد، انت صديقي واخوي، راح احكي لك. اسمعني للاخير ولا تقاطعني، واتمنى تفهم نصيحتي. انا بالكلية حبيت وتعلقت واهلي رفضوا وحاربت الكل على مودها وهي هم حاربت وتزوجنا، وهم مستواي المعيشي ما سمح لي اعزل ببيت بوحدي وما حصلت وظيفة. هي البنية توظفت لكن يوم بعد يوم مشاكل وعراك وزعل، يعني بين قوسين ما كانت إلي سند ولا عون. ورا سنة توصلنا إلى قناعة أنه الطلاق خير إنه خير إنه من البقاء بعش الزوجية وبس نتعارك وبس لغاوي وبس ألم. خير إنه من هذا الزواج. وطلقنا. تحطمت نفسيتي، كرهت نفسي، كرهت الحياة، ولك تتخيل ايش صار بي. وشلون تجاوزت الموضوع؟ أمي الله يرحمها ويرحم والديك شافت البنية من معارفنا وقنعتني أشوفها على أمل إنها تعجبني وتنسيني مرتي. صارت مناسبة وشفتها بنية عادية، شكلها عادي وحلوة بس بشكل طبيعي. صراحة مو من النوع اللي يجذب انتباهي. صراحة بالبداية أنا رفضت، بس الوالدة كانت مريضة الله يرحمها وما قدرت أرفض لها طلب. وافقت. تدري صار بعدين؟ هاي اللي ما عجبتني صارت إلي بعد وفاة أمي. أم وأخت وصديقة وسند قبل لا تكون زوجة. درست وتعبت وتوظفت وبراس كل شهر تجيب لي راتبها وتخلي بيدي وأنا ما محتاج. هاي اللي كنت استنكف من لهجتها الجنوبية وادور بنات المولات وبنات الجامعات والكياتة. تعرف ايش سوت؟ ب 2021 انصابيت بفيروس كورونا، وصلت الموت. ما كان لي احد. والدي ووالدتي راحوا لدار حقهم وانا ابنهم الوحيد. افترت بي الاطباء والمستشفيات والصيدليات وابد ما حسستني انه انا خطر على حياتها ولا انا عالي عليها.
كانت إلي أم، كانت إلي طبيب، مرة ب10 رجال. أنا ما أقول لك الزوج اللي تاخذ منها راتبها، أنت مو من حقك تاخذ راتبها. من حق كل بنية تدرس وتتوظف ويكون إلها راتبها الخاص وتصرف على راحتها. احنا مو من حقنا ناخذ فلوسهم. ولا أقول لك الزوج اللي ما تطلع وما تروح للمول وما تصرف. من حق كل إنسان يصرف ويطلع ويشتري. ولا هن بنات الجامعات وبنات المولات بهن قصور، بالعكس هواي منهن بنات شريفات ومعدلات. بس أقول لك تزوج المرأة مو البنية. المرأة اللي تكون عون إلك، اللي تعينك، المرأة اللي تجبرك تحبها بعد الزواج. تزوج المرأة اللي تستقبلك وانت راجع من الشغل بابتسامة وفرحة واحترام. المرأة اللي تكون وهسه المايك لك. كل الزين. عزيزي المشاهد، احنا مجموعة شباب مبتدئين مهتمين بالتصوير والإخراج والتمثيل. أتمنى تنقد المشهد نقد بناء وتبتعد عن السخرية، ودفعة صغيرة منك تعني لي هواي. هذا العمل من تأليف عباس رياض اللي هو أني، ومن تصوير أحمد عمر. أتمنى يعجبكم، ولا تنسى تتابعني. والسلام عليكم.